يعني انا ترى اتالمت جدا جدا من الاخ اللي كان عندكم العام جبتوه يتكلم المره الماضيه ويتكلم عن الاعلام. الحلقه الماضيه الزميل وليد الفراج. ايوه المهم هذا الشخص جبتوه محمد الاعلام هو سائل الاعلام، والغريب جدا جدا ولكنه يظل مدير تحرير سمو يا عزيزي. مدير تحرير مدير تحرير ممكن يكون فنيا عزيزي، ممكن مدير تحرير. الوليد الفراج مثلا احترمه كاحترم انسان معين، ولكن تخصصه اساسا قبل يكون رياضه في الفنون الشعبيه، لانه كان في فرقه الدمام للفنون الشعبيه. فتطبل ولو عيب هذا التطبل، هذا رزق وعطاء وفن، ولكن هذا تخصصه يكون مدى فن. يعني فكل عطى الخباز خباز واخذ عليك نص. المهم لكن انا سأني بايه؟ ما علي منه كذا جبتوا، هذا اختياركم وهذا هو حر، وهذا وانتم قاعد تختارون الناس، هو اليوم وبكره غيره، زي انا اليوم وبكره غيره، اي واحد منا. أنا مو اعتراض على اختياركم. الزميل وليد عندما كان يتحدث لنا هنا هو أيضا يتحدث من عدم الدعم للصحف والإعلام السعودي، وكلا الموضوعين يصب في عزيزي أنا أجيب لك حاجة معينة. لا تقول أخ فريد فرج هذا. تفضل هنا. الأخ ياسر أعطاه خبر، ياسر يوسف خبر، وهذا بخطه هو ورقم جريدته، أعطاه خبر هو كاتب لي الأخ ياسر أعطني 5 مواد عن النصر سب يوميا وبيض الله وجهك. تفضل هذه هي، ممكن تناظرها تطلع لك جريده اكون شاكر. وهل هذا بخط من سمو الامير؟ نعم، واذا كان يعترض على خطي يشتكيني على التزوير لاحظت لا ويحقوا معي. هذا خطه بالضبط، هذا هو. تفضل. تفضل نظر السب، هذا هو. تفضل. تفضل. هذه ناحيه لاحظت السب وبيض الله وجهك، يعني ما يبغى السب في الانديه. طيب هنا في ايضا نفس اللي تتكلم عن الصحافه، يحرض يطلب عمل لقاء مع بدر الخراشي لاعب نادي الهلال حتى يتعرض لزميله شو اسمه التيماوي، اسف سامي الجابر، وفي نفس الوقت ينادي بعمل حوار مع حارس الهلال احمد ضاري حتى يقول متى يصير احتياطي لحد ما ينتهي محمد الدعيع وخلافه، يعني تحريض على الانديه. في نفس الوقت يجي ينادي بعمل محاوره مع حسين جمعان حتى يتعرض لنادي النصر. مع الفهد المهلل، مع سعود الحمالي، ناصر الجوهر يناديه انه يتعرض ويشتم في الاخ التمياض. هذه تفضل نظر هذه عندك. هذه تفضل هذه عندك. هذه الصحافه مثلا. تفضل سمونا هذه الصحافه حتى لا نقدم هذه الاشياء. لا عزيزي هذه اوراق. ولكن سيدي العزيز ممكن اقول لك ولا لا؟ يعني حتى انا اقول لك حاجه معينه هي لما يجي يسلم كتاب سنة الجمهور، يعني مو عليه احنا الانديه بالحالة، على سنة الجمهور يقول اقسم انك لا تفهم ومن وقع لك الماده لا يفهم. يقول انا اقسم سير الجمهور من واحد اسمه عادل العبودي. تفضل هذه هي نفس الشيء. يعني هل هذه الصحافه؟ هذا نحن طالبنا بموضوع موضوع تطور الرياضه يعني تطور الرياضه يا سيدي العزيز يا اخي الحبيب. يبغى اعلام. يبقى اسمع، يبغى اعلام ناضج. اعلام مسؤول، اعلام يقدر الكلمه ومعناها.